السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. النهاردة يوم مش عادي، النهاردة يوم المعتاد لأخويا الكبير. كل فترة كده بيجيب لنا غدوة حلوة كده بقى والنهاردة كانت الغدوة بتاعتنا على القراميط الجميلة ديت. يجي كده كل فترة، هناكل ايه مع بعض يا ولاد، تحبوا ناكل ايه؟ فقلنا له القراميط. وطبعا ابنه الصغير بيحبها فطلب القراميط. فاحنا كلنا النهاردة جايين عشان ايه؟ ابراهيم بيحب القراميط وعايز ياكل قراميط. فمامته بقى طلعت من بدري، راحت جابت القراميط دي وجات لي. إيه هنعملها النهاردة بطريقة حلوة كده بقى من ايدين الست ام احمد. هي طبعا اللي قاعدة بتذبح لنا القراميط. شايفين بقى القراميط الجميلة دي بقى؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بالجمال ده كده بدأوا كده دبحوها بالشكل ده كده، وبتقص بقى ايه الراس بتاعها. بسم الله ما شاء الله، القراميط جميلة وكانت طعمها حلو قوي. وطبعا هي موصية عليها، مش جايباها من اي حد، طبعا بتوصي عليها، يعني احنا من بقالنا اسبوع مستنيينها لحد ما جت القراميط اللي احنا بنحبها. حاجة نظيفة كده. شايفين بقى السمانة اللي طالعة من بطنها دي؟ ده كده بيقولك ان هي واكلة علف، جاية من مزارع نظيفة بعلف نظيف، مش واكلة اي حاجة. اما تبقى بالشكل ده كده، شايفين السمانة ما شاء الله اللي طالعة من بطنها؟ بتفتح بقى البطن كده وشالت الزوانف بتاعتها وتطلع البطن بتاعها. شايفين الدم نازل سايب خالص اهون، مش دم مجلط ولا حاجة. قراميط طازة. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال ده؟ بتتنضف بقى بالطريقة ديت كده. بسم الله ما شاء الله. كنا قاعدين بقى في المطبخ، انا ماليش في التنظيف ولا في الذبيح ولا الحاجات دي بتاعه القراميط دي، فهي مرات اخويا واختي هما اللي كانوا ايه قاعدين بينظفوا يعني. انا كنت قاعده بصور صراحه يعني ما عملتش اي حاجه في اليوم ده. إيه تشوفوا بقى المطبخ عندي تحس ايه، والولاد بقى وولادي وولاد اختي وولاد اخويا وقاعدين حفلة، كان يعني مش كان عندنا اكلة عادية، ده اكلة كده ايه بتيجي كل فين وفين على ما بتيجي. شايفين بقى بينضفوها ازاي؟ انا كنت بس قاعدة بصور. طبعا اهم حاجة يا جماعة اللمة الحلوة. لمة الاخوات دي جميلة جدا. وناكل اكلة حلوة مع بعض. ايه كنا على طول بنروح كده كل اسبوع بيت بابا نتغدى هناك. واخويا برضك ماشي بنفس النظام بتاع بابا، ان هو على طول كده نتجمع لو مرة في الشهر كده يجيب لنا اكلة حلوة كده ونتغدى بيها، ونبقى قاعدين مع بعض متجمعين مع بعض على سفرة واحدة. اخويا ده بقى من الناس المحترمة جدا، البر بوالديه والواصل رحمه. ربنا يخليه لنا يا رب، وما يحرمنا منه ابدا، ويفرحه بولاده، ويخلي لنا الست ام احمد. بسم الله ما شاء الله بقى على الطريقه الجميله اللي هي عاملاها لنا النهارده دي. شايفين بقى بتعمل كده هي الراس. شايفين بقى بتعملها بالطريقه دي ازاي؟ عشان طبعا انا قلت لازم انزل الطريقه بتاعتها ازاي هي بتذبحها وبتنضفها، عشان في ناس كتير ما تعرفش الطريقه دي، فطبعا الكل يستفاد. شايفين بقى بتشيل الزعانف بتاعتها، وبتفتح بقى ايه من هنا كده بتفتح بقه عشان تنضفه من جوه. شايفين بقى؟ الحاجات دي طبعا هي اللي بتبقى عاملة زفارة، لازم تتشال وتتنضف الراس كويس جدا عشان ما تعملش زفارة في القراميط. بعد ما نصحفها هي بتمد صوابعها كده في الراس من جوه، تطلع اللبانة بتاعته كده لازم هي دي اللي فيها الزفارة بتاعت القراميط اهي. شايفين شكلها من جوه؟ هي اللي هي البيضة دي، ده سقف بقه كده هو ده اللي فيه الزفارة.
وبتبدأ ان هي تقصها كده بالشكل ده، تشيلها. ودي برضو دي اللي بتعمل الزفارة اهي، بتشيلها بالخياشيم بتاعته بالشكل ده كده. هي دي اهم قطعة لازم تتشال وتترمي، كل الحاجات دي. شايفين بقى؟ ما خدش اي وقت في تنظيفه، بس المشكلة في الغسيل بتاعه، لازم يتغسل كويس جدا. بدأوا بقى يغسلوه هو. شايفين كده بالسكينة بتشيلي اي مزلقة. ده الراعي الرسمي بتاعنا النهاردة ابراهيم. ابراهيم العسل ده، شوف قاعد ما امشي، قاعد كده طول ما هم قاعدين شغالين وهو ما امشي. إيه، بيحب القراميط وهو اللي طالبها يا جماعة. قاعد طول التنظيف كده، هو قاعد جنب مامته وعمته. هنا بقى بيشيلوا المزلقة اللي فيها ردة بملح، بيبدأوا يدعكوا بيها القراميط، تنزل أي مزلقة موجودة في قلبه بالشكل ده كده. شايفين؟ يفضلوا يدعكوا فيه كده لما ينزلوا كل اللي فيه بالردة وملح. خدوه بقى على الحوض كده تحت الحنفية وبدأوا ينضفوا فيه. تمام بالشكل ده. انا بقى في الوقت ده ما كنتش معاهم في القراميط، كنت بعمل كده ايه، حاجة بسيطة كده نفطر بيها. احنا كنا قايمين من بدري وجايين. بالشكل ده كده. عملت لهم هنا باتيه وشاي، وقعدنا كده فطرنا، بعدين قاموا كملوا غسيل فيه. عملوا هنا بقى محلول النقع بتاعه، ده دقيق وملح وليمون بالشكل ده كده. بتعصر بقى الليمون ده كده عشان يشيل اي زفارة، اي ريحة، اي مزلقة في القراميط بالشكل ده كده. دقيق والملح والليمون. وطبعا القراميط اتغسلت كويس جدا وصفناها كده شوية، وجبناها بقى ايه على المحلول الملحي. بتمسك بقى الجزل الكبيرة دي، بتشقها كده عشان تستوى يعني تنضفها من جوه الأول، وتبقى في السوا، ما تتغبش في السوا بالشكل ده. شايفين؟ بتشقها كده اهي كده. لو في دم او اي حاجة متجمعة عند العظم بتنزل على طول في المحلول ده. بسم الله ما شاء الله. سيبناها بقى في المحلول ده وقعدنا فطرنا حوالي كده ايه نص ساعة كده. قمنا بقى ايه عشان نشطفها، طلعناها من هنا بقى وحطيناها في مية بيضة برضو، اديناها شطفة بقى. اخدت انا هنا قطعتين عملتهم كده بالشوربة عشان زوجي العزيز مش بيحبها بالصحافة، هو بيحبها شوربة بالطريقة دي. كانت ماما الحاجة مامته على طول بتعملها بالطريقة دي وهو بيحبها، وانا اتعلمت الطريقة دي منها وعملتها له بقى. كان معجب بيها جدا ومبسوط ان انا عملتها له كده. هنا بقى مرات اخويا بدأت تقطع البصل اهو. هنا بقى حطت البصل اهو، حطت عليه ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة، وبدأت ان هي تعمل له الحركة دي، ان هي تمرطه مع تمرط البصل مع التوابل دي، تدعكه دعكة حلوة كده. بدأت هنا هي جابت الصحافة، الناس بتسميها صحافة هي او برام بالشكل ده كده، وبدأت توزع فيها البصل بالشكل ده كده. وزعت فيه كل الطواجن، وبدأت تنزل بعد كده بالطماطم على البصل. طبعا كله ني في ني، مش بنسبكها ولا حاجة، البصل ني والطماطم، وبنحطها كده بنرصها مرة واحدة بالشكل ده كده. حطت البصل بعدين الطماطم، بعدين بدأت توزع قطع القراميط
والولاد واقفين، يعني ما اقولكوش هما كانوا عاملين ايه، عايزين ياكلوها طرية والله. من جمال القراميط، فعلا كانت تحفة تحفة. ما شاء الله. رصت هي بقى ايه كل الطواجن كده بالشكل ده، وحطيناها بقى في الفرن. بعد كده انا خدناها وطلعنا بقى فوق على السطح، حطيناها في الفرن بالشكل ده كده. وبعدين ايه طلعت بقى بايه بالجمال والحلاوة بقى ايه ما اقولكوش. ريحتها كانت قلب الدنيا عندي. ما شاء الله. شايفين طلعت بالجمال ده، لسه هي طالعة من الفرن حالا، لسه بتغلي. بسم الله ما شاء الله بالجمال والحلاوة دي بقى. وطبعا القراميط طلعت، واخويا اتأخر فين على ما يخلص وجالنا، والولاد واقفين عايزين ياكلوا يا ما اقولكوش على اللي حصل. واقفين ازاي الولاد. ما شاء الله. كان يوم جميل، من اجمل الايام اللي بحبها جدا. لمتنا مع بعض دي بالدنيا. ربنا يخلي اخويا يا رب، ويديله الصحة ويفرحه بولاده، ويخلي لنا الست ام احمد وعمايلها الجميلة الحلوة دي. شايفين بقى الجمال ده. لو عجبكم الفيديو بتاعي الجميل ده متنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.